صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة. كلمة النجاح وكلمة الفشل بيتقالوا كتير جدا وبيستهلكوا كتير جدا في محاضرات بقى التنمية البشرية والفيديوهات وعلى السوشيال ميديا. هجيب لكم خلاصة أهم 3 فروقات بين الناجح والفاشل علشان ما نتلخبطش. أولا لازم نبقى فاهمين ان الشخص الناجح ده مش معناها انه ما بيفشلش، مش معناها بقى اللي هو حاطط خطط ذريه لوزعيه، لا خالص. انا هقول لكم خلاصة الفرق بين الناجح والفاشل لسببين. اولا احنا في زمن صعب، فمش عايزين اي حد لمجرد انه يتعثر في حاجة يتخيل انه فشل، دي حاجة. تاني حاجة علشان تعرف الشخصيات اللي حواليك وتعرف تقيم نفسك، دول ناجحين ولا فاشلين وانت ناجح ولا فاشل. اول حاجة لازم تعرفها واول فرق بين الناجح والفاشل، ان الناجح لما بيفشل في حاجة اول سؤال بيسأله لنفسه انا غلطت في ايه. لكن الشخصية الفاشلة اللي يتقال عليها فاشلة، اول لما بيفشل في حاجة بيبقى شايف نفسه سوبر هيرو، والفشل بتاعه ده نتيجة لمؤامرات عليه، نتيجة لشخصيات تانية. دايما ما بيتحملش المسؤولية وبيرمي الفشل على غيره. تاني حاجة تفرق بيها بين الناجح والفاشل هو نظرته لنجاح غيره. الشخص الناجح دايما بيبص لنجاحات غيره على انها دليل يمشي وراه ويقلده ويجود عليه، فعمره ما بينفسن ولا بيتضايق ولا بيكره نجاحات الناس التانية. بالعكس، ده بيبص لها على ان ده حد سهل عليا السكة، ده نموذج اعمل زيه مش اكرهه واقفش عليه. لكن الشخص الفاشل دايما بيتفه من نجاحات الناس التانية، دايما بيخلي نجاحات الناس التانية دي لأي أسباب. يقول لك ده عنده واسطة، ده متكوس له، ده حظه حلو. كلمة الحظ دي ترجعوا من حياتكم، كلمة الحظ دي مش موجودة في قاموس الناجح أبدا. فدايما الشخص الناجح ما بينفسنش وما بيكرهش نجاحات الناس التانية. الشخص الفاشل دايما بيتفه من نجاحات الناس التانية. ومن اهم مميزات الشخص الناجح ان الانا عنده مش عاليه، يعني دايما بيتعامل ان انا في تيم. فلما بينجح او لما بينجح بتلاقيه دايما ما بيقللش من مجهود الناس التانية اللي معاه. ودي على فكرة من صفات القائد الناجح. فرق بين القائد والمدير ان القائد دايما ما بيبخسش حق الناس اللي معاه، ما بيقولش انا بس اللي عملت. الفاشل لما بينجح بيبقى ناجح وهو فاشل. ليه؟ لانه دايما الانا عنده عاليه، انا اللي نجحت، انا اللي عملت، انا اللي سويت، وبيبخس من مجهود الناس التانية اللي حواليه. لكن الشخص الناجح عمره ما بينكر فضل الناس التانية، عمره ما بيقلل من مجهود الناس التانية في نجاحه. هي دي اهم 3 صفات تعرف تفرق بيهم اذا كنت انت ناجح ولا فاشل. تعرف تفرق بيهم الشخصيات اللي حواليك وتقيمهم هو ناجح ولا فاشل. علشان الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي مش معناها ان الناجح هيفضل ناجح، لا خالص. الشخصيات الناجحة لما بتفشل بتعرف تتعلم من فشلها. عشان كده بنقول when you succeed you earn something, when you fail you learn something. يا رب كلكم تبقوا ناجحين، ويا رب ما يبقاش في حياتنا ناس فاشلة أبدا. وإن شاء الله إن شاء الله تعيشوا في سعادة وصباح السعادة.